السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم عندي في قناة وصفات وفلوقات متنوعة. الاقتراح ديال اليوم إن شاء الله غيكون كيك يومي ناجح 100%. كيجي الشكل ديالو طالع البنات وكيجي مجعب من داخل. مهم وإن شاء الله غنتقاسم معكم جميع الأسرار ديالو باش يجيكم هيدا طالع ويجيكم مجعب من داخل مع طريقة الطهي ديالو إن شاء الله. كنتمنى من الله ينال الاعجاب ديالكم وفرجه ممتعه. وكما العاده البنات قبل ما تدخلوا تفرجوا في الفيديو ما تنسوش تضغطوا على اللايك وما تنسوش تخلوا شي تعليق محفز، واللي زار القناه ديالي اول مره وعجبو المحتوى ما ينساش يشترك فيها ويفعل الجرس باش يوصلوا كل ما هو جديد، وان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم هذه الوصفه. وعلى بركة الله نبداو. في المرحلة الأولى غناخدو 3 ديال البيضات بدرجة حرارة المطبخ، وغنضيفو عليهم قبصة ملح، وغنضيفو عليهم كاس ونص ديال السكر سنيدة، سكر خشن، وغنضيفو البنات واحد الساشي ديال سكر ديال الزهر بنكهة ديال الزهر. وصافي البنات نخدموه مزيان حتى يتلون اللون ديالو ويرجع عاطين للبياض، وعاد نضيفو الزيت تدريجيا. صافي هنا من بعد ما تخدم لي البيض مع السكر مزيان البنات وداب داك السكر وطلع لي البيض، غنبقى نضيف الزيت كما كتشوفوا بشويه بشويه بحال اللي كنطلع المايونيز البنات. انا كنضيف الزيت وهو كيتعلق، انا كنضيف الزيت وهو كيتعلق كما كتشوفوا حتى نحس بان ديك الخليط رجع معلق بحال اللي كنطلع المايونيز. صافي نعاود نخدموا مزيان مع بعضياتهم كما كتشوفوا، يعني الخليط راه باين وواضح في الفيديو بانه معلق تبارك الله. من بعد غنزيدوا واحد الضون ديال الفاني. صافي غنخدم داك دانون مع داك الخليط عاود ندخلو فيهم مزيان البنات. الكيك قد ما خدمتو الخليط ديالو بالطرب قد ما كيطلع البنات كيجي اسفنجي من داخل، ضروري تخدموه من داخل مزيان. من بعد البنات غنزيدو كاس ديال الحليب يكون دافي البنات ماشي سخون. ندخلو واحد شويه ومن بعد نضيفو النواشف. اما بالنسبه للدقيق البنات انا ما نقدرش نقول لكم يعني بالضبط شحال خدات لي هاد الكيكه، بحكم كيختلف الدقيق كل نوعيه، يعني كاين نوع اللي كيشرب كاين نوع اللي ما كيشربش، يعني معروف الكيكه يعني حتى كيتعلق للخليط ديالها، ويعني ما كيكون الخليط ثقيل ما كيكون جاري. صافي غنبقى نضيف الدقيق البنات واحد شويه ندخلو بسباتول، من بعد نطربو يعني باش الدقيق ديالي ما يطرليش هذا مولبول وتوسخ لي البوطاجي، يعني غنحافظ على النظافه ديال المكان وندخل بشويه بشويه. وبحكم عاودت الكيكه ما خصهاش البنات الدقيق دقه واحده، يعني الدقيق خصو يدخل في الكيك بشويه بشويه. بالنسبه للخمارات انا ما غنضيفهمش، نخليهم من الاخر يا البنات، يعني حتى نسالي الكيكه ديالي مره ونبغي نعملها في المول عاد غنضيف الخمارات باش كتفاعل لي اكثر واكثر. صافي البنات غنستمر بهذه العمليه، يعني غنضيف الدقيق شويه غنطرب شويه، مهم حتى نحصل على القوام اللي بغيت ويتعلق لي الخليط ديالي. ونضيف له في الاخر واحد ملعقه ديال الخل البنات كيعطي واحد الهشاشه للكيك، يعني لو تعرفوا ولا تقدروا تعملوه يعني في كل كيكه ديالكم تعملوا الخل كيعطي واحد الهشاشه يا البنات وكيحافظ على ديك الجعبه ديال الكيك من داخل، كيجي مجعب من داخل. مهم كما كتشوفوا يعني ضفت ديك ملعقه ديال الخل، ملعقه كبيره ديال الخل. من بعد البنات غنضيف الخمارات
كما كتشوفوا غنغربل الخمارات، لان الخمارات من افضل يتغربلوا البنات باش تحصلوا على كيك ناجح 100%. الدقيق ولا الخمارات ضروري تغربلوا البنات في الكيك. بالنسبه للبنات الخمارات والخل ملي كنخليهم من الاخره كيتفاعلوا اكثر واكثر مع بعضياتهم، كيعطيو نتيجه جيده. بالنسبه لهذا المول البنات انا خدمت بهذا المول الكبير، الماركه اللي كبيره. كاينه هذا الصغير وكاينه الكبير فيها البنات 28 سنتيمتر، الصغير فيه 23 سنتيمتر. يعني انا خدمت من ديك الكبار المره. المهم غنضيف الخليط ديالي في المول وغندخلوا البنات على فران بارد على عافيه مهيله حتى نشم الريحه ديال الطياب. عاد غنفتح عليه وصافي البنات. هذا هو كان الشكل ديال الكيكه ديالي ملي طابت. غندخل فيها شي كردون لا خرج ناشف. صافي الكيكه ديالي واجده. غنقلبها كما كتشوفوا، يعني كتقلب بكل سهوله البنات. بالنسبه للتزيين البنات انا هنا زينتها بالكونفيتور والكوك، يعني كل واحد يزينها باللي متوفر عنده. تبارك الله البنات هاد الكيكه كيجي الشكل ديالها عالي وبحجم كبير، بحكم المول كبير بزاف، يعني بديك الحجم مول الحجم الكبير، يعني اللي الحجم اللي كبير في السوق. كنتمنى من الله البنات هاد الكيكه الاعجاب ديالكم، وكما العاده ما تبخلوش عليا بلي لايك وتخليو شي تعليق محفز، واللي زار القناه ديالي اول مره ما ينساش يشترك فيها اللي عجبو المحتوى. وخليتكم الراحه البنات، وما تنسونيش مصالح الدعاء ديالكم، والى فيديو قادم ان شاء الله، وخليتكم الراحه.